طيب يبونا، لو اكتشفنا ان انا محتاجة مساعدة من لايف كوتش اللي هو مدرب الحياة او من كونسلر، اروح لمين واختار ازاي ومش ببقى عارفة؟ الأول أختار واحد ما يضيعش الهدف الكبير. هدفي إن أنا مش أرتاح في الدنيا بس أروح السما. أي مسيحي عينيه على الأبدية، فبدل ما ياخد علاج يريحه ويموته، يبقى لازم ياخد علاج يريحه لكن يكمل حياته. وبالتالي بختار شخص متأكد إنه عاوز السما زيي، مخلص في الحتة دي. عشان كده انت عارفة انه في كريستيان لايف كوتشنج وكريستيان كونسلنج، يعني في سيكولر حاجة بتاعت العالم ملهمش دعوة بربنا خالص وبيحاولوا يريحوا النفوس. طبعا ده اتجاه خطر جدا، لانه ده نوع من الالحاد، هو بيلغي ربنا من الصورة وبيدي افكار زي المخدرات اللي تريح النفسية وافكار. او الكونسلر لازم كمان تبقى سمعته انه انسان سوي، ناجح في حياته، ناجح في بيته، في علاقاته مع أولاده، لأنه أعمى يقود أعمى كلاهما يسقط في حفرة. فلو هو سمعته وسيرته مش مريحة، أنا زي هروح لواحد هو عنده مشاكل زيي واكتر. لازم بالحكمة الواحد يشوف هيطلع سره لمين. أحيانا تبقى تساعده على حياته لكن هو في الآخر ملوش دعوة خالص بربنا وبالسما. الحاجة التانية، الكلام اللي بيقوله ده ضد وصية. ما أنا عارف ربنا بيقول إيه. لو قال لي اكره، لو قال لي اغلط، لو قال لي ريح نفسك بس بالطريقة اللي أنا ضميريا حاسس ربنا قال غير كده، ما أنا لازم أراجع. ما أنا ليا دماغ، أنا المسؤول عن حياتي مش هو. أنا اللي هقف قدام ربنا في الآخر. وبالتالي لو استعنت بيه لازم أستعين بيه وأنا برضو عندي حكمة التمييز. يعني الكلام ده هيبعدني عن ربنا ولا هيقربني من ربنا؟ يبقى في الأول بسأل على هوية هذا الشخص. 2، بشوف الكلام اللي بيتقال لي ده يتفق مع مبادئ الروحية ولا يبعدني عن ربنا. طب يبونا، لو أنا معلوماتي في العقيدة وحتة الكتاب المقدس على قد يعني بحب ربنا بس مش عارف إيه الصح من الغلط، أتصرف أنا إزاي؟ أفضل دايما نرجع لأب الاعتراف. بمعنى حتى لو رحت الكونسلر هرجع أقول له هو ريحني في كذا كذا بس قال لي أعمل كذا. أبونا بمسؤوليته الروحية بيقول الكلام ده ماشي ولا بلاش، لأنه ممكن يقول لي لا، اللي بيقوله لك ده في نوع من العداوة، في نوع من الخصام، في نوع من التنازل الأخلاقي، في نوع من كسر الوصية. فأبونا يقنعني لا، أنا مش عاوزك ترتاح النهاردة وتبعد عن ربنا، يبقى عمرك ما هترتاح، يبقى ده حل مؤقت غشاش. لكن ممكن أبونا يوافق ويقول طب ده كلام كويس كمل، ويضيف عليه الحلول الروحية دايما. شكرا يا بونا. يبقى كده بعد ما اقعد مع الكونسلر او اللايف كوتش، اعتقد ان انا هحتاج اروح اراجع بس قرارات مع ابونا. لو هي كويسه ابونا غالبا هيقول لي بالبركه، ولو هي فيها مشكله او هتعطلني عن السما هيحذرني انه خلي بالك. شكرا يا بونا جدا.